دكتور خالد البوهي الشاعر السكندري المعروف. إذا تحدثنا عن الرحلة أكيد حضرتك قمت برحلات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارج جمهورية مصر العربية، ومن خلال هذه الرحلات هناك رحلة معينة أيضا تشير إليها وتقول إنها رحلة لا تنسى في حياتك. يعني الرحلة حقيقي التي لا أستطيع أن أنساها أبدا، وأدعو جميع المصريين أن هم يحاولوا أن يقوموا بهذه الرحلة. سيوة جزء عزيز من أرض مصر، يعني لقد ساقتني الأقدار لزيارة هذا المكان الجميل في قافلة طبية. والله بدون قصد، في قافلة طبية وذهبت إليها وأنا يعني أعلم أن هذا المكان مكان متطرف ومقطوع وفي مشاكل متضرر، يعني ما كنتش مبسوط على الأقل يعني. إنما يعني ما أنت ممكن تعمل قافلة مثلا في مطروح أو قافلة في العريش أو إنما يعني أنت رايح قافلة بقى في مكان. إنما حقيقي فوجئت في هذا الجمال، الطبيعة في بكارتها. لم أكن أتصور أبدا أن شيئا من الممكن أن يعني يسابق البحر. وجدت الصحراء جميلة في جمال البحر الذي يعطيني الامتداد والإحساس اللانهائي. وحضرتك اسكندراني وعارف البحر تنظر على البحر يديك أحاسيس لا نهائية في كل شيء. وجدت من الصحراء كذلك بتعطيني هذا الإحساس كذلك، الامتداد اللا نهائي في كل شيء. طلعنا رحلة سفاري كانت في منتهى الجمال، الطبيعة كما خلقها الله، العيون الجارية اللي في وسط الصحراء، وعيون سخنة وعيون باردة وحاجة في منتهى الجمال. وفجأة كده انت ماشي في الصحراء وفجأة تلاقي عين مية حاجة جميلة في منتهى الجمال. ده غير المزارات الجميلة اللي هناك، حمام كليوباترا وجبل الموتى. وهي بس حر شوية، يعني انا لا انصح احدا يعني ان يذهب اليها في الصيف. هو في الشتاء تكون جميلة حقيقة. دكتور خالد، يعني يمكن بعين الشاعر أنت رأيت هذا المكان، تفتكر أي شخص عادي يروح برضه هيتمتع مثلما تمتعت؟ دايما عين الشاعر أو الفنان بتشوف الجماليات أكثر من الشخص العادي. هو بس أنا هقول لحضرتك حاجة. حضرتك أما بتسمع برضه لحن أو أغنية جميلة مثلا مثل الأطلال، أنت كأديب وكشاعر وحضرتك شاعر هتستمتع بيها استمتاعا عاليا، ده حقيقي. إنما الإنسان البسيط جدا هيستمتع بها كذلك، ربما لن يصل إلى المتعة التي وكل ما بتزيد الثقافة وكل ما بتزيد الأحاسيس المرهقة كل الاستمتاع أكثر. إنما في وقت من الأوقات الناس كانت بتمشي في الشارع وبتغني أطفئ لغى القلب بشهد الرضا، رباعيات الخيام قصيدة ثقيلة جدا. والناس في وقت من الأوقات كانوا بيستمتعوا بهذه القصيدة. الناس كانوا يحبون أن يستمعوا إلى رباعيات الخيام من أم كلثوم، كانت قصيدة ناجحة. إنما لو حضرتك أديب أو عندك مشاعر مرهقة أو حاسيس أو هتستمتع بيها أكثر، ده شيء أكيد. فسيوة أنا متصور إنه لازم الجمال يعني طبعا بيتدرج الإحساس بالجمال. الجمال واحد، الإحساس بالجمال طبعا بيزيد من فرد إلى آخر، ودي بتبقى نعمة من ربنا. كل ما بتزيد أحاسيسك المرهقة كل ما بتستمتع بالجمال أكثر. إنما الإنسان البسيط أعتقد أنه لابد أن يصله جزء من هذا الجمال. فأعتقد أن أي إنسان برضو يعني أنا متصور أنه لازم هيصل يعني جزء من هذه المتعة. الشاعر الدكتور خالد البوهي سنتحدث عن المناسبة، وفي حياتك مناسبات كثيرة، ولكن بالرغم من كثرة هذه المناسبات تبقى هناك مناسبة معينة حينما تذكر هذه الكلمة تطفو تلك المناسبة على سطح ذاكرتك لتقول إنها مناسبة لا تنسى أبدا. يعني هو ربما في مجال الشعر أنا لا أنسى طبعا سبتمبر 98 أنا حصلت على جائزة العقاد الأدبية من
مسابقة جمعية العقاد الأدبية، جمعية كانت مرموقة في مصر، وكان يرأسها المرحوم الشاعر شوقي هيكل. وربما كانت هذه هي يعني البداية الحقيقية لوجودي الشعري. يعني أنا لا أستطيع أن أنسى هذه المناسبة. وتسلمت الجائزة في مكتبة القاهرة في الزمالك، وكان يوما جميلا. يعني أعتقد أنني لا أستطيع أن أنسى هذا اليوم. القصيدة اللي كتبت بيها المسابقة أفتكر منها ممكن أجزاء، هي كانت قصيدة طويلة. يعني كنت بقول فيها: يا بحر قل لي هل تعود حبيبتي، أم هل أبيت بلهفة وبلوعتي؟ يا بحر لا تبدي التجهم هكذا، قل لي أجب وارحم نزيف مرارتي. قل لي أجب إني نديمك أم نسيت أنين موجك في تموج دمعتي. والآن تأتيني صموتا، هل ترى ضيعت عمرا في ليالي شقوتي؟ وهكذا. جميل جدا. جميل. الشاعر الدكتور خالد البوهي، مثلما تحدثنا عن المناسبة سنتحدث عن التاريخ أيضا. في حياتك تواريخ كثير، منها ربما تاريخ الميلاد، تاريخ الحصول على المؤهل العلمي، تواريخ ميلاد الأبناء. عموما بالرغم من وجود هذه التواريخ الكثيرة، يبقى هناك تاريخ اليوم والشهر والسنة. هذا التاريخ لا تنتهي. هو يعني يمكن 16/2004 و25/8/2006 دي تواريخ أبنائي يعني، أو تواريخ ميلاد محمد وأحمد. محمد طبعا الكبير، إنما طبعا يمكن حضرتك عارف الكبير يمكن بياخد يعني برضو صفحة، يمكن مش هقول أكبر، إنما بيبقى شيء مش عندك وامتلكته فجأة. إنما برضو الصغير برضو بيبقى له برضو صفحة ثانية يعني. كل واحد برضو بتبقى يعني برضو يعني. إنما طبعا يعني أنا متصور إن يمكن قبل يعني ما ربنا يكرمني بمحمد وأحمد، متصور إن كانت حياتي يعني ربما مش هقول عدم تحمل المسؤولية، إنما بتتحمل المسؤولية بطريقة أكثر. كل ما يبقى عندك أبناء فأنت بيبقى فيه يمكن نظرة أكثر جدية سواء في الشغل والالتزام والمواعيد. ويعني الموضوع يعني أبناء وزمن، يعني الأبناء محتاجين في وسيلة الحياة شيء تغير. بالضبط كده. لا ده يعني ومش مجرد بقى ان ايه بقى عندك اولاد وخلاص. هي كلمه سهله بتتقال، انما بالفعل انا احس ان لا، وسيله الحياه بالفعل تغيرت. يعني حسيت ان في اعباء اضافيه، ولا حسيت ان في شيء جميل دخل في حياتك؟ اعباء جميله. طيب هم في سنهم الصغير ده بقى ما بيعطلوكش عن كتابة الشعر؟ دي مشكلة ثانية بقى. دي مشكلة ثانية بالفعل يعني. ساعات تيجي مثلا ويكون في ذهنك شيء معين مثلا تعمله، ده جاي بمناقشة وده جاي بعياط وده جاي فهو يعني ده بيسبب يعني مشكلة للمبدع عموما يعني. انما يعني امهم يعني كتر خيرها يعني يعني بتتحمل عني هذا العبء اللي هو بالفعل مرهق يعني، بالذات في هذا السن 3 سنين والسنة ده بيبقى يعني الاطفال بيبقى صعب بالفعل عليهم يعني.